اسمع، ما في طريقة انه انا ابقى يعني احجز الاحد او الاثنين؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنا إيمان محمد وأهلا بكم في فيديو جديد. صراحة قبل الفيديو ده كان في فيديو تاني خالص، عبارة عن محتوى خالص وعبارة عن طريقة كلام تانية مختلفة عن الفيديو ده، ويعني فيديو حزين شوية. كنت عايزة أنشره بسبب الحياة اللي كانت حاصلة والأوضاع اللي حصلت في أبريل بالذات يوم 6 و7 و8، لكن الحمد لله انه ما نزل، لانه لو كان نزل كان حينزل في وقت غلط جدا، والوقت ده كان هو عبارة عن البيان الطلع من العسكري ابن عوف. وكمان كنت عايزة اعمل فيديو عن ابن عوف، وبرضه الحمد لله اني ما عملته، عشان انا شايفة انه الحالة اللي حصلت في السودان دي شبه معجزة، ومعظم العالم هسه لو ما كان كله بجد شايف انه دي حاجة معجزة وحاجة خيالية من شعب دايما كانوا بيدعوه بالكسل، دايما كانوا بيظنوا انه شعب فاشل، دايما كانوا يخطوا فينا التهم اللي ما عندها اي معنى. وهسه مش انتصرنا على نفسنا، مش انتصرنا على حكومتنا وبس، انتصرنا حتى على العالم. انا ما عارفة اذا الرئيس الحالي ده هو احسن خيار للسودان، وكمان برضو ما عارفة ولا بقدر احكم اذا هو فعلا حيقدر يعمل شيء. بس كل اللي عارفاه انه هو اذا ما عمل الشيء المطلوب او ما مشى في الطريق الصحيح فبرضه حيسقط زي الباقيين ما سقطوا، وزي ما سقطت مرة واثنين حتسقط تاني. مؤمنة تماما انه نحن شعب بنقدر نعمل الشيء اللي عايزينه، وحنصل له لو فعلا احنا عايزينه. طبعا هسه دي ما نهاية المشوار، ودي ما الناس اطلعوا له عشانه انه بس كده تتغير الحكم وبس. الناس اللي طلعوا والثوار اللي كانوا واقفين في الشارع الفترة دي كلها كانوا واقفين على حاجة أكبر من كده، وكانوا عايزين حاجة أسمى وأعظم من كده، واللي هي التغيير في السودان. التغيير ما معنى تغيير الحكومة بس، تغيير في كل شيء، تغيير بما تعنيه هذه الكلمة من معنى. يا ريت الحكام تتوضع عندها الرؤية دي. الناس اللي شايفين إنه الشعب السوداني بس عايز حكم عادل وعايز حكومة عادلة بلا قمع وظلم والتشريد والكلام ده، فده صح، بس ده ما كل الصح، ودي ما كلها الحقيقة. الشعب السوداني مطالبه واضحة وبقت باينة للعالم بأثري. الشعب السوداني بفتش على الحرية جوا بلده، بفتش على وطن يقدر يسكن فيه من دون يتهدد كل يوم بشكل أو بآخر. إحنا كشعب ما مستنين حاجة تانية غير إنه نحس بالأمان بمعنى الكلمة، والجوطة والكلهلمان اللي كانت حاصلة زمانك، أمن وأمان واستقرار، دي كلها شلناها كده وجدعناها في الزبالة. هسه عايزين بيان بالعمل. كثر البيانات يا حكومة ما حتصلح أي شيء. في يومين طالعين مرتين بتقولوا لنا تغيرتوا. طبعا دي بتوضح لنا إنه نحن فعلا قدرنا نصل للحاجة الصح، وفعلا قدرنا نحقق في مرامنا، وإنه انتوا سمحتوا لكلمتنا كشعب. لكن برضو نحن ما عايزين كلام وبس، وما عايزين بيان ورا بيان ورا بيان، وما في شيء بيحصل في أرض الواقع. زي ما ذكرت إنه أنا كإيمان ما عندي المؤهلات الضرورية إني أتكلم أو أخذ وأدي في مواضيع زي دي، لأني بجد ما عارفة اللي حيحصل قدام شنو، أو بالأصح كلنا كشعب وحتى العالم ما عارف اللي حيحصل قدام شنو. بس اللي بقدر أقوله إنه الحكومة تقريبا تعلمت الدرس، ولو ما تعلمت الدرس ما كانت طلعت في أقل من 24 ساعة استقالت. فعلا أبريل كان بصمة على السودان. أبريل 2019 ما أظن حيتنسي من عقلية أي واحد سوداني عاش وحضر اليوم ده. ولأمهات الشهداء بقدم لكم التعازي من هنا، بقول لكم إنه انتو السبب في الحاجة اللي وصل لها السودان هسه. لو ما كان انتو وأولادكم الشهداء الكرام بجد ما كان وصلنا للي وصلنا له. طبعا شايفة نفسي شيء لا يذكر أمام الناس اللي وقفوا في القيادة العامة 3 أيام بالتوالي وناضلوا وكاركوا وأدوا كل ما فيهم
من قوة عشان يزبط النظام. وما بقدر أتخيل فرحتهم هسه بعد ما النظام سقط. أنا عايزة أقول لكم مبروك لكم انتوا في الأول، مبروك وشكرا بجد إنكم وقفتوا للوطن. شكرا إنكم حسيتوا بإنه الوطن جزء منكم، وإنه لو ما انتوا الوطن ما حيتغير ولا يمشي لقدام. شكرا بكل معنى الكلمة. وإن شاء الله الله ما حيضيع أجركم، والله ما حيخذلكم، وحتشوفوا التغيير اللي انتوا وقفتوا وتعبتوا وجاهدتوا عشانه. وشكرا للثورة من أول يوم من ديسمبر لحد أبريل اللي غيرت السودان والحد تدينا والحد بقي السودان أعظم دولة أفريقية من تاني. وخلينا دايما متفائلين. بجد الحصل ده يا جماعة ماشي هين، الحصل ده معجزة. يعني رئيسين يسقطوا في 3 يوم ده شيء ما حصل في تاريخ الكون. فما تخافوا على السودان طالما فيه رجال. كنا دايما بنقولها كسودانيين، لو بصوت واطي أو بصوت عالي، بس بنقولها وأنا متأكدة، بنقولها إنه أفتخر إني سوداني. واليوم بنقولها قدام العالم كله بأعلى صوت، نفتخر إنه سوداني. والسلام عليكم يا أرض الأسود.